آه، في ذكرى تحرير دولة الكويت أنا أتذكر ليلة التحرير. بالليل لما بدت طبعا يطلع الإعلام يتكلم عن الانسحاب، فكنا طبعا احنا هذا الوقت طلعنا فوق السطح ومن الدرايش نطل، وكنا يعني من موقعنا على أحد الشوارع الرئيسية. أنا شهدت بصراحة بنفسي شلون كان انسحاب القوات الغزو العراقي إلى الكويت. وبعدين طبعا أصبحنا طبعا في بعض الأماكن كانت فيها فعلا الحرائق، وما طلع النهار إلا كانت الدنيا بصراحة ظلمة مع دخان حريق الآبار اللي فكانت الدنيا كلها ظلمة، ما في شمس. طبعا هذا تدرون إنه كان استمر لفترة إلى أن طفت الآبار. طبعا بدينا إحنا مهمتنا أثناء الغزو، اشتغلت كمساعد مسجل في قسم الباطنية في مستشفى مبارك، واستمر عملنا حتى إلى بعد أول ما صار التحرير. كنا متواجدين مع مجموعة من الزملاء في مستشفى مبارك، واستمر العمل. وشهدت يعني أنا دخول أول ناس يعني اللي دشوا الكويت ويو حتى على مستشفى مبارك من الحكومة. ومن خلال عملنا الطبي أنا أول شيء اللي شهدته طبعا كان رجعت دكتور عبد المحسن عبد الرزاق، بروفيسور عبد المحسن عبد الرزاق الله يحفظه ويطول بعمره. طبعا هو ما راح على كان مستشفى الصدري اللي هو كان مقر عمله، يا مستشفى مبارك، ومسك القسم في مستشفى مبارك، وبدينا في تنظيم العمل والمرور على المرضى، وبدأ تدريجيا طبعا الشغل في المستشفى ينتظم. يعني بدأت الناس تاخذ مواقعها وأماكنها، وبدأت الوحدات تتشكل مرة ثانية، وبدأ العمل ينتظم في المستشفى. ويعني وكنا خلال فترة وجيزة الحمد لله يعني الشغل رجع إلى ما كان عليه سابقا.